النهارده جايه لكم بنصيحه هتعجبكم جدا. ايه هي؟ دايما الانسان اللي بيحصل له حاجه بيقعد يلوم نفسه، يلوم الزمن، يلوم كل حاجه. ليه يا رب انت عملت لنا كده؟ ليه يا رب انت ليه الاذيه دي؟ طب يا رب انت كنت تقدر ان انت تبعد عني الحاجه دي. واللي انت ما تعرفهوش ان قدر ربنا بيكون او الحاجه اللي حصلت لك دي اهون مليون مره من اللي ممكن كان هيحصل. مثلا انت بيضيع منك فلوس بس انت ربنا فداك بالفلوس دي بحاجة تانية، ان انت مثلا ممكن كنت هتعمل حادثة، ان انت كان هيحصل حاجة. احنا يعني الانبياء ابتلي بحاجات كبيرة جدا مفيش اي حد يقدر يستحملها. ربنا مثلا بيبتلي الواحد او بيحصل له اي حاجة، عارف ان الشخص ده هيتحمل الحاجة دي او هيحمد ربنا، او هو بيشوف او عايز يسمع صوتك انت هتحمد ربنا ولا لا. دايما ثق ان قضاء ربنا او الحاجة اللي ربنا كاتبها لك بتكون احسن مليون مرة من الحاجة اللي انت عايزها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشيروا الفيديو عشان اي حد يستفاد، ويمكن فعلا ان احنا حتى لو واحد استفاد بس هو ده النتيجة اللي احنا عايزينها. باي باي.